ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة يا رب، وديم علينا الخير وعليكم. امبارح كان المفروض ان هو اخر يوم في السنة اللي فاتت، والنهاردة اول يوم في السنة الجديدة. والولاد كانوا مصممين ان احنا نحتفل، او ان هم يجيبوا حاجة حلوة ونسهر قدام التلفزيون سهرة حلوة كده. لكن انا طبعا مش بحب الحاجات دي، وان راس السنة دي او السنة الجديدة زي ما بيقولوا اعياد ما تخصناش احنا. في ناس بتمشّيها إن أنتِ مثلًا سَنة عدِّت وسَنة جديدة بتبدأيها بيوم حلو أو بسهرة حلوة، سِيان. فأنا طبعًا عدِّيت لهم الموضوع دَوًّا وما حطيتش في دماغي، بس كان النهارده 1 رجب، فقُلت خلاص أول ال3 شهور بإذن الله كل سَنة وأنتم طيبين ويعود علينا الأيام وعليكم بخير. قُلت خلاص أستغل بقى إن هُم كانوا زعلانين عشان سهرة امبارح راحت، وقُلت بما إن النهارده 1 رجب أول ال3 شهور، فخلّينا نعمل لهم طبعًا احتفال صغير كده. سيبكم من راس السَنة والكلام الفاضي اللي ما لوش لازمة ده، لإن دي أعياد ما تخصناش، تمام؟ إحنا هنا طبعًا أمّا طبعًا طلعت سألت على الأسعار، كانت الأسعار فظيعة. يعني الأسعار صعبة جدًا يا جماعة والله. قُلت أمّا عشان تكلّفي سهرة أو تجيبي حبّة حاجات من برّه الدنيا صعبة أوي، فقُلت يالّا يا بت مشّيها وهاتي إيه، كيلو موز على نُص كيلو فراولة، واعملي لهم حبّة عصير في البيت، وجنب منها حبّة تسالي أنتم هتشوفوها دلوقتي. وقُلت نمشّي سهرتنا على قد كده. تمام، حاجة على القد وفي نفس الوقت أنا كده إيه، كنت ناوية إن أنا أخلّيهم مبسوطين، وقُلنا نسهر مع بعض بما إن هُم كده خلاص يعني يعتبر كده إيه أول ال3 شهور، ونبدأ بقى بإذن الله صيام اتنين وخميس. فقُلنا بقى إيه نبتدي كده إيه بسهرة حلوة. جِبت الموز اللي أنتم شايفينه ده والله ده كيلو موز ب25 جنيه. قطّعته كده شرايح، لإني سألت على العصاير قُلت نجيب عصير لقيته أسعاره وحشة أوي. فقُلت خلاص نعمل في البيت وما فيش مشكلة، إحنا 5 أفراد. فقُلت أجيب كيلو وجِبت عليه كمان فراولة، وبدأت أعملهم الاتنين عصير زي ما أنتم شايفين كده، باقطّعه شرايح. وبعديها طبعًا باخلّص الكمية اللي معايا، على قد بقى عدد أفراد أسرتِك يا قلب أختِك، ومشّي نَفْسِك ومشّي حالِك. فجِبت الفراولة ب25 والموز ب25، يعني كُلّه على بعضه العصير بس عامل 50 جنيه. عملت منه 5 كوبايات، وفاضل كتير والله في كمان ييجي 5 كوبايات كمان، يعني 10 كوبايات وقفوا عليَّ بال50 جنيه عصير. طبعًا لو كنت اشتريته من برّه أكيد كلنا عارفين إنه كان هيطلع أكتر من السعر ده كتير أوي. فقُلت خلاص خليكِ يا بت فرّحي الدنيا ومشّي الأمور على قد ما أقدر. والله يا جماعة زي ما باقول لكم هو ده بالضبط اللي حصل. وعملت الكوبايات بتاعتنا وخلّصت. بُصّوا، وبدأت زي ما أنتم شايفين كده عملتهم في حاجة كبيرة وحطيت عليهم عصير الفراولة، نزلت بيه كده. بُصّوا الكمية كانت قد إيه، والله بسم الله ما شاء الله كتير. يعني والله لو عملتِ كل حاجة في البيت صدقيني هتبقى أوفر لِك كتير. غطيته بقى كده وباجهّز بقية السهرة بتاعتنا الحلوة. هاقول لكم بقى أنا بدأت أجهّز إيه. بُصّوا بقى، الشنطة اللي أنتم شايفينها الحلوة دي، الشنطة دي كانت في مقلة جنب مننا، كانت عاملة عروض. بما إن هي بقى كان امبارح كان راس السنة، فكانت منزّلة عروض حلوة أوي. كيس المقرمشات اللي قدّامكم ده ب30 جنيه كان عرض عليه كيس التانية سوداني من المغلف ده اللي أنتم هتشوفوه دلوقتي معايا. الاتنين دول كانوا عاملين 30 جنيه، تمام. طبعًا ما قدرتش أفضّيها كلّها، بيبقى كتير جدًا، فضّيت طبقين وعينت الباقي. خلّيه بقى في مرّة تانية أو في يوم تاني، لإن طبعًا هيبقى كتير جدًا، الكمية كتير علينا. تمام، زي ما أنتم شايفين كده أنا عملت الطبقين. يعني ده كده ب30 جنيه. معاه سوداني تاني كده أنتم هتشوفوه دلوقتي وأنا بافضّيه. العرض ده كان عندنا عامل 30 جنيه، تمام. أنا هاحسبها لكم بالراحة كده وواحدة واحدة، وخليكِ معايا. أدي كده طبقين المقرمشات، تمام، تمام. بعدها بقى شوفوا أنا دلوقتي طلّعت إيه.
ده الكيس اللي كان جاي معاه هدية، الكيس ده كان جاي معاه هدية، اللي هو إيه، السوداني اللي هو المغلف ده اللي عليه طبقة كريسبي، كان جاي ده مع كيس المقرمشات اللي أنتم شايفينه ده، أنا ما أعرفش أنتم بتقولوا إيه عندكم أو اسمه إيه كل واحد حسب مكانه، كان جاي ده مع ده ب30 جنيه تمام، كل واحد بقى على قده، وكل واحد يسهر على قد ما يقدر يكلف، أو كل واحد يحاول إن هو يقضي مناسبته على قد ما هو إمكانياته تمام، دول كده اللي على جنب دول كده زي ما قلت لكم مرة ب30 جنيه طبعا، وفي بواقي اللي أنا شلتها باقي الكيس المقرمشات اللي هو الكبير اللي انتوا شفتوه ده تمام، وجبت جنب منهم بقى 10 جنيه سوداني أسواني، أنا معرفش انتوا بتقولوا برضو عليه عندكم ايه، وجبت تاني ب10 جنيه سوداني من التاني اللي هو العادي المقشر تمام، وب10 جنيه لب سوبر، والله وقضيت زي ما انتم شايفين كده، وكلهم اتبسطوا وفرحوا والدنيا تمام، وقلت خلاص ادينا كده كده النهارده 1 رجب احسن مكان امبارح اخر السنة او عيد مش تبعنا، فقلت خلاص خليها النهارده كده كده بما ان النهارده 1 رجب مشيها يا بنتي مفيش مشكلة، وزي ما انتم شايفين كده الحاجات دي كلها اتكلفت عليا كام، عدوها كده ادي 10 20 30 وادي 30 60 وادي 50 عصير، يبقى 110، يعني كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي عملت 110، اه وحياة ربنا تعالوا بقى شوفوا وانا بصب العصير هنا كان عندي قطعتين رز معمر في قلب التلاجة، فطبعا قلت خلاص بقى اخليه لهم كوكتيل، بدأت احط هنا معلقة رز في قلب الكوباية، طبعا هحط عليها العصير زي ما انتوا شايفين كده، بدأت أقسّم الرز على طبعًا كان فايض عصير كتير والله العظيم موجود، بس أنا صبّيت على قد المجّات الكاسات اللي موجودة، صبّيت عصير تمام، وسِبت الباقي حطّيته زي ما هو في التلاجة، وإن شاء الله قريب بإذن الله هاورّيكم الرز ده أنا كنت عاملاه إزاي، الرز ده تحفة، 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 وحياة ربنا يعني وقت ما بيتعمل بيتاكل مش قادرة أقول لكم في ثانية. فكل السهرة دي على بعضها ما كلفتنيش حاجة، كلفتني حاجات بسيطة جدًا، إيه يعني 100 جنيه والّا 110 كل فترة نعملها ونقعد مع بعض ونقعد نتفرج على التلفزيون، ونلم العيال كده حوالينا ونحس إن إحنا جو أسري كده، بدل ما أنا أقعد طول الوقت كل واحد قاعد بتليفونه وطول الوقت كله مشغول، ما حدش بيقول لحد، طبعًا إحنا في موسم دلوقتي دراسة وامتحانات، فمحتاجين الجو ده والله العظيم. محتاجينه لولادنا، محتاجين إن إحنا نغيّر جو، محتاجين نفُك من الأزمات اللي كل واحد فيها، محتاجين حتى سِت البيت محتاجة تريّح دماغها، تحس إن هي مرتاحة، مبسوطة، سهرة زي دي ممكن والله تخلّيكِ مبسوطة، بس خلّي بالِك حُطّي أطباق للقشر وأطباق للحاجات دي، لإن بعد الحاجة دي ما بتخلص أو بعد القعدة دي، سِت البيت أكتر واحدة والله العظيم بتزعل من الموضوع ده، لإن الدنيا بتتبهدل، وهي بقى أدرى اللي بيحصل كُلّه ده والدنيا بتبقى بايظة خالص. فلو وصلتوا لغاية هنا في الفيديو ما تنسوش تصلّوا على الرسول في التعليقات وتحطّوا لي لايك حلو وتدعموني، باحبكم في الله كتير، كتير، كتير. اتعلّمي تكوني بتوفّري في بيتِك، اتعلّمي إن أنتِ تعملي لولادِك اللي هُم نِفْسهم فيه، اتعلّمي إن أنتِ على قد مقدرتِك يعني ما تحرميهمش وفي نفس الوقت يعني تمشّي دنيتِك باللي تقدري عليه. وبُص كده قلب أختِك، أنا كده خلّصت الحاجة المفروض إن هي كده كملت، والمفروض إن هُم بالهنا والشفا إن هُم يقعدوا طبعًا هياكلوا الحاجة دي، وطبعًا هيبهدلوا لي الدنيا بسم الله ما شاء الله، وهيرموا لي قشر في الأرض، بس ما علينا مهما تحطي أطباق فلازم بتلاقي الدنيا متبهدلة برضه، بس مش مشكلة، المهم إن هُم يتبسطوا مش أكتر، والله سِت البيت ما بتعوزش غير كده، أي سِت والله مش قادرة أقول لِك بتبقى مبسوطة لمّا بتلاقي العيال فرحانة ومبسوطة، ومهما تكون بتتعب، بس بتحس إن تعبها ده يعني مش قادرة أقول لِك بتبقاش حاسة بيه، طول ما بتحس إن ولادها مبسوطين وفرحانين، وبتحس إن الدنيا كويسة معاها والله، والله ربنا يا رب يدّي الصحة لكل ست تعبانة وشقيانة، وكل ست بتحب عيالها وتقدر توفّر لهم كل حاجة وبتعمل اللي تقدر عليه، عشان ما تخلّيش نِفْسهم في حاجة، وعلى قد إمكانياتها وعلى قد ظروفها، حتى لو ظروفها مش سامحة فدي ربنا هيبارك لها والله، أنا مش قادرة أقول لكم الستات
سبحان الله بيتعبوا وبيتبهدلوا إزاي في الأيام بالذات الغلا اللي إحنا فيها دي، ويالّا ألف هنا وشفا ليهم وليكم، ويا رب كده نبقى طول الوقت سوا مع بعض، وما تنسيش قلب أختِك لو وصلتِ لغاية هنا اوعي تنسي تحطّي لي لايك عشان تدعميني، يالّا باحبكم في الله.